السلام عليكم. في المحاضرة دي هنتكلم ليه نطور الموبايل. الموبايل من أحسن البلاتفورمز ومن أكثرها تشويقا اللي ممكن تطور لها. ليه بقى؟ لأكثر من سبب. أول سبب عدد المستخدمين كبير جدا في الموبايل. يقدر عدد المستخدمين بأكثر من 6 مليار مستخدم للسمارت فونز في العالم. فبالتالي انت عندك ناس كتيرة جدا ممكن تستخدم التطبيق بتاعك، وممكن اللي هي تنزله عندها وتبدأ تستخدمه. يعني مثلا في تطبيقات كبيرة جدا في المستخدمين بتاعتها بالمليارات، زي تطبيق فيسبوك مثلا. طيب عدد المستخدمين دول ممكن ليه بيستخدموا الموبايل وليه عندهم الشغف ان هم يستخدموا الموبايل؟ بيستخدموا الموبايل بسبب سهولة الاستخدام. سهولة الاستخدام عندهم يوزر اكسبيرينس كويس. لو عملوا كده يجيبوا التليفون، لو عملوا كده يجيبوا الكالندر، لو عملوا كده يجيبوا الكاميرا. فعندهم سنسورز وعندهم فلكسبيليتي في الموبايل بتاعهم ان هم يستخدموه بطريقة سهلة ولذيذة. لو عملوا كده يجيبوا المابس، لو عملوا كده يجيبوا الخرائط. فالابليكيشنز سهلت عليهم حياتهم، وبقى في مستخدمين كتير جدا للموبايل وحابين يستخدموا الموبايل. طيب في ايه تاني؟ كثرة الاستخدام ان الموبايل عندك جنبك على طول. يعني انا اول لما بصيت على شمالي لقيت الموبايل على طول، فبالتالي اقدر اخش عليه واقدر اللي انا اجيب اب معين واللي انا استخدمه بطريقة سهلة ولذيذة. ايه تاني في الموبايل؟ في الموبايل في طرق مختلفة للربح. انت ممكن تعمل اب فري، ممكن تعمل اب بريميوم، ممكن تعمل اب فريميوم، ممكن تعمل الاب بيرشز، ممكن تعمل اعلانات، ممكن تعمل سبونسر، ممكن تعمل حاجات كتيرة جدا عشان تكسب فلوس من التطبيق اللي انت هتعمله للموبايل. قوة الموبايل قوي جدا. الموبايل فيه بروسيسور، ممكن يكون في موبايل زي ده او تابلت زي ده في بروسيسور M1 يعني دبابة بالنسبة لموبايل زي ده او تابلت زي ده. فقوة الموبايل رهيبة جدا 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 جدا. الموبايل فيه سنسورز كتيرة، في كاميرا وفي بروكسيميتي سنسور اللي هو لو قربت منه يحس، في جيروسكوب سنسور اللي هو لو قلبت الموبايل يحس، في سنسور GPS، في كاميرا جميلة جدا، في IR سنسور بيحس بالفيس ID بتاعك. فكل ده من قوة الموبايل. قوة الموبايل ده تقدر تستخدم القوة دي في انك تعمل تطبيقات عصرية وجميلة. التخصيص لكل مستخدم، كل مستخدم هتلاقي له ID معين واسم معين وGPS لوكيشن معين وجيروسكوب سنسور معين وكل حاجة معينة للمستخدم ده، بحيث ان انت تديله افضل اكسبيرينس ممكنة في استخدام التطبيق بتاعك. فبالتالي التخصيص لكل مستخدم من اهم ميزات التطوير للموبايل. بعد كده عندنا الاستخدام بدون انترنت. طبعا عيب الويب ابس ان هي لازما انترنت، انما ميزة الموبايل ابس ان انت ممكن تستخدمها بدون وجود انترنت، وبالتالي بيكون في اوفلاين فانكشناليتي موجودة على الموبايل بتاعك. طيب ايه تاني من ميزات الموبايل؟ من ميزات الموبايل اللي انت بتبقى متواجد امام نظر العميل دايما، بيبقى ايقونة التطبيق بتاعك على الموبايل. فبالتالي العميل وهو ماسك الموبايل الموبايل بتاعه تمام، بيلاقي التطبيق بتاعك موجود على الهوم سكرين بتاعتك. فبالتالي في تواجد امام نظر العميل على طول، وبالتالي بيكون في انجيجمنت، وبيكون في لويالتي من العميل ليك. بعد كده في تطور مع التكنولوجيا. يعني التكنولوجيا اتطورت، بقى في مثلا سمارت ووتشز بتقدر تطور عليها الابس بتاعتك. في مثلا اجهزه تانية سمارت بتقدر تطور عليها الابس بتاعتك. فانت متواكب دايما مع التكنولوجيا، والتطوير للموبايل هيفتح لك ابواب كتيره جدا لانك تواكب التكنولوجيا
شويه وتواكب ازاي العالم بيتطور. دي كانت محاضره النهارده بتاعه ليه تطوير الموبايل مهم ومثير، وهستناكم في المحاضره الجايه. يلا بينا.